صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب التوقيت المحل اللي حضرتك قاعد فيه. احنا صراحة بيجي لنا تليفونات كتير من سكان عمارة بنزيون. الناس اللي مش فاهمة الموضوع، ان احنا سكان عمارة بنزيون طلع لنا قرار ان احنا نخلي العمارة يوم 14/12/2025 بناء على ان احنا هناخد 1000 جنيه ايجار نقعد بيها كل شهر لغاية ما نرجع بعد 9 شهور. طيب النهاردة 15/2/2026 يعني شهرين، وعشان الناس ما تقعدش تسأل كتير فين ال1000 جنيه يا استاذ محمود، فين ال1000 جنيه وتقعد ترن، لا، احنا ادي الجمل وادي الجمال. معانا السيدة الفاضلة رئيسة مجلس مدينة مطاي الباشمهندسة هويدا. السؤال حضرتك مش سؤالي، سؤال 200 واحد او 300 واحد ساكنين في عمارة بنزون، فين ال1000 جنيه يا باشمهندسة هويدا؟ مبدئيا كل سنة وانتم طيبين، وانا ما تخليتش عنكم، وانا واقفة معاكم لاخر لحظة. وال1000 جنيه تم تدفيعها واتعمل بيها حوالات، وبعض الجيران عندك او الناس نزلوا استلموها تحت من عند الاستاذ وليد، حوالات بريدية، وصرفنا شهرين 1000 و1000. يعني الناس برضو عشان تبقى فاهمة، تم صرف 2000 من ساعة ما أخلينا عمارة بنزيون، بالظبط كده. 2000 بحوالتين، يعني أول بند من الاتفاق تم بنجاح، إن هو تم صرف 2000 جنيه لكل ساكن من عمارة بنزيون لحين العودة. طيب في سؤال تاني حضرتك برضو بيتردد على أذهان الناس عشان يبقى الأمور واضحة. الناس بتقول في ناس بتقدم طلبات عشان يسكنوا في عمارة بنزيون، ناس يعني السكان الفعليين. زي ما أصدر سيادة الوزير المحافظ القرار بأن هيتم عودتكم لأماكنكم في شققكم في نفس الدور برقم الشقة، مفيش حد مقدم، واللي قدم محدش خد منه ورق. الشقق بتاعتكم. الشقق بتاعتنا مين طيب انت حضرتك في خلال الفترة دي مش هتدوموا في مطاي طبعا، اكيد في شخص هيجي بعد حضرتك. هنمشي تمام. الناس طبعا بتشكر حضرتك على المجهود اللي انت عملته وكتر الف خيرك، واحنا مقدرين ذلك. مين اللي هيستلم بعد حضرتك؟ الاستاذ طه حسين نائب رئيس المركز، هو النائب الاول، وهو اللي ان شاء الله هيمسك رئيس مركز مطار. الاستاذ طه حسين. استاذ طه اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. استاذ طه انت حضرتك اللي هتمسك بعد الرئيسه ان شاء الله. تمام. انت حضرتك نائب الرئيسه. تمام. استاذ طه حسين حضرتك منين اساسا؟ بني مزار. حضرتك من بني مزار. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ طه هو اللي هيمسك رئيس مجلس مدينه مطاي طبعا بعد الرئيسه، ونقول له حضرته الف تهنئه، وهيكمل المسيره معاكم، وان شاء الله الامور هتبقى تمام ومحدش يقلق. ادي زي ما قلنا ادي الجمل وادي الجمال، والباشمهندس الف شكر ليها على كل اللي عملته المطاي واهل مطاي. احنا ما بنقولش حاجه من دماغنا، احنا بنقول اللي احنا اتعاملنا بيه. لو ما كانتش اتنفذت الوعود ان شاء الله ما كناش هنطلع اللقاء ده. الف شكر للرئيسه والف شكر. احنا بنعتذر عن تاخير الصرف، ولكن دي اجراءات قانونيه كان لازم تاخد وقتها. حضرتك عارف موظف وعارف ان في اجراءات لازم تتم عشان نعرف نصرف ده، فانا بعتذر لهم عن التاخير. وان شاء الله العمارات هتتبني، وان شاء الله ليهم اماكن فيها باذن الله، اماكنهم هياخدوا. تمام، الف شكر لحضرتك. الف شكر. شكر. طيبين. انت طيبه.